صفقة رضا سليم. رضا سليم من الصفقات اللي النادي الاهلي متارجتها منذ فترة زمنية طويلة جدا وشغال عليها من بدري قوي، وده بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وبرضه بناء على قناعات مجلس الإدارة ولجنة التخطيط ولجنة التعاقدات داخل النادي الاهلي. يمكن الصفقة دخل كده في طريقها الفترة اللي فاتت بعض الاسماء اللي تم تداولها بشكل قوي جدا جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان ابرزها لعيب زي مصطفى فتحي. مصطفى كان النادي الاهلي تواصل معاه بشكل قوي ووصلوا لاتفاق نهائي وحصل على توقيعه، والاهلي بدا ان هو يخش في مفاوضات قويه مع نادي التعاون السعودي للحصول على خدمات اللاعب. ثم بعد ذلك اتفاجئ النادي الاهلي ان مصطفى بيغير قراره وبيغير وجهه نظره، ان هو مش هيقدر يتحمل الضغوطات اللي موجوده في النادي الاهلي، ومش هيقدر يتحمل كم الاساءه اللي ممكن يتعرض ليها من جانب جمهور نادي الزمالك، خصوصا ان احنا شفنا الكلام ده في الضجه الكبيره اللي اتعملت في صفقه امام عاشور. الاسم الثاني طبعا هو اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي وضعه مختلف شويه عن وضع مصطفى فتحي، لان اشرف هياخد مكان في القائمه بتاعت اللعيبه المحترفه. فمن هنا بدأ النادي الاهلي يعمل هولد او يعمل ديلي لصفقه رضا سليم، خصوصا ان في مغالاه كبيره جدا جدا من جانب الامور الماديه بالنسبه لنادي الجيش الملكي المغربي، وان اشرف بن شرقي تم فسخ تعاقده مع نادي الجزيره الاماراتي واصبح لعيب حر، مش هيتقاضى فقط غير الراتب بتاعه. النادي الاهلي مش هيدفع فيه اي ارقام كبيره، ولكن في النهايه ما وصلوش لاتفاق نهائي، والاهلي حس ان اشرف بن شرقي بيحاول ان هو يعلي قيمته ويعلي سعره على حساب النادي الاهلي، شويه بكلمه شويه بسعر، اصل اخويا عايز عموله 500,000 دولار، لا اصل انا عايز 2 مليون ونص دولار بعد ما كانوا اتفقوا على 2 مليون دولار. المهم في النهايه النادي الاهلي قطع الشك باليقين وقال لك بقى بدل ما اقعد الاعب نفسي واقول اشرف بن شرقي، لا مصطفى فتحي، لا اجيب مش عارف مين، انا اجيب رضا سليم اللي انا كنت متارجته من البدايه وكنت مقتنع بيه بشكل قوي جدا. رضا لعيب صغير، امكانياته كبيره، واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في القاره الافريقيه وفي شمال افريقيا بشكل عام خلال الفتره اللي فاتت، وارقامه كلها كبيره جدا جدا، ولكن في النهايه التخوف من الارقام اللي ممكن تدفع. فالنادي الاهلي دخل البيت من بابه وتفاوض بشكل رسمي مع نادي الجيش الملكي المغربي وبعت لهم عرض مبدئي بمليون دولار. طبعا العرض ده تم رفضه من جانب اداره الجيش الملكي المغربي، ثم بعد ذلك النادي الاهلي بشطارته وبكفاءته، وانا بصراحه حابب احيي لجنه التعاقدات وامير توفيق على الحنكه بتاعتهم ان هم قدروا يوصلوا للديل للطريقه اللي هم عايزينها اللي تريح النادي الاهلي في السداد، ان هو ياخد اللاعب بمقابل 2 مليون و100,000 دولار، ولكن مش هيدفع الرقم ده بلك. يعني النادي الاهلي مش هيدفع الرقم ده مره واحده، لا الاهلي هيدفع الرقم ده على 4 اقساط لمده سنتين، كل 6 شهور النادي الاهلي يدفع 525,000 دولار في اللاعب، لان الاهلي طبعا دفع ارقام كبيره في امام عاشور 100 مليون غير عقده برضه تقريبا 100 مليون زيهم في ال5 سنين، ودفع لميكيسوني عشان يمشيه ويقدر ان هو يفضي مكان في القائمه بالنسبه للمحترفين، ودفع برضه لبرونو سافيو عشان يقدر يمشيه ويفضي مكان في القائمه عشان يعرف او يقدر ان هو يجيب مهاجم اخر. ولسه برضه عنده قصه المهاجم دي فيها دوشه وفيها قصص كبيره جدا. الراجل سوزا ده كان جاي، بعد كده الامور اتعطلت، في قرارات ممكن تتاخد بان والتر بواليا يكمل لحد يناير القادم، فكان في تعطيلات كده معينه، فدي اللي اجبرت النادي الاهلي وخلت النادي الاهلي ان يبقى عندهم سرعه بديهه ان هم يفكروا في حلول ازاي اتفاوض واخلص رضا سليم، خصوصا ان بيراميدز كان داخل في الصفقه بشكل قوي، وكان الراجل عنده برضو بعض العروض من السعوديه من الامارات من قطر. رضا سليم موجود دلوقتي او متواجد حاليا في مصر عشان يعمل الكشف الطبي ويقعد على ترابيزه المفاوضات ما بينه وما بين النادي الاهلي عشان يوصل لحل مرضي بالنسبه للراتب بتاعه خلال الفتره اللي جايه، وهيتم اعلان الصفقه خلال ايام من دلوقتي.